مساء الخير، تحية لكم من مدينة المحمدية وبالضبط من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. تمت دعوتي لحضور عملية إتلاف بزاف ديال الأطنان من المخدرات. هي تجربة فريدة من نوعها وأول مرة غادي نعيشها وبغيتكم تعيشوها معايا. إذن أجيو نحضروا جميع العملية إتلاف يعني غادي يحرقوا الأطنان من المخدرات. بقاو معايا في هذه المغامرة الفريدة من نوعها. نيكست. تحية وطنية صادقة من القلب، والله القسم إلى من القلب. أنا بصراحة وهذه مسألة يعني معروفة عليا، كيعرفوها المقربين ديالي. أنا عندي واحد الحب كبير القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي ما شاء الله عليهم، أفراد الوقاية المدنية، وكذلك الخازنية، السلطة المحلية، كيعجبوني وعزاز عليا بزاف. الناس ديال الأمن يعني كل الموقع ديالو، الجمارك، هذا كتحسي بهم أنهم كيخدموا من قلبهم. شتي حتى الناس اللي كانوا كيهزوا يعني المخدرات وكانوا كيوزنوهم وكانوا كيحطوهم في الكاميون وكانوا كيحيدوهم، ولين اللي كيدفع بالتراكس، هذوك اللي تيلوحوا ليسانس، يعني شوف كتحس من القلب ديالهم انهم ما راضيينش على هذا التهريب ديال المخدرات والاتجار في المخدرات، وعارفين الاضرار ديالو. ما شاء الله عليكم كاملين. فرحانه بزاف انه شاركت معكم هذه المغامره هذه وهذه التجربه هذه اللي دائما غادي تبقى محفوره بمداد من ذهب هنا. تحيه وطنيه صادقه لكل عنصر ساهم من قريب او بعيد في عمليه الاتلاف هذه، وان شاء الله نتلاقاو في مغامرات اخرى. فوالا انا رجعت حيت باقا واحد المساله اخيره، لانه كاين بزاف د الناس كيسولوني كيقولوا لي بشرى واش ما تبوقتي؟ شوفوا غنقول لكم الصراحه قسما بالله الا مقبله وراسي كيخبط، رغم انني كنت دايره الكمامه وكنحاول انني نبعد والدخان كان في بلاصه واحده اخرى، ولكن راسي كيخبط. خديت دوليبران 1000